تعالوا نعمل مع بعض النهاردة وصفة كفتة اقتصادية وجميلة وبمكون واحد بس، هتضاعفي الكمية والكفتة هتطلع معاكي متماسكة ولذيذة جدا. يلا بينا نشوف الوصفة، بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما ننساش الاشتراك في القناة ونفعل الجرس واللايك والشير عشان يوصلكوا كل جديد. معايا بصلايه كبيره كده مفرومه، وبصفيها من الميه كويس جدا، عليها معلقه صغيره من الملح. الملح ده تقدري تظبطيه زي ما انت عايزه، نص معلقه صغيره من القرفه، نص معلقه صغيره من السبع بهارات، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. اقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس كده لحد لما ريحه البصله بتاعتي تطلع، اشمها بقى ايه بالتوابل كده. اديها بس تقليب كويس واتاكد ان البصله اتغلفت معايا بالتوابل. بضيف بقى على البصلايه ده اهي نص كيلو من اللحمه المفرومه، تقدري تستخدمي ربع كيلو عادي مفيش مشكله. وهجنيهم بقى مع بعض كويس قوي لحد البصله لما تختفي في اللحمه، وتتاكدي كده ان اللحمه اتبلت كويس بالبصل. بعد كده بقى معايا نص كوبايه من البرغل، بنقعه كويس لمده نص ساعه كده في ميه سخنه، وبعدين بقوم مصفيه كويس جدا جدا. واهم حاجه لازم تصفيه من الميه، يبقى ما فيهوش ميه خالص. هبدا بقى احطه على الكفته واعجن المكونات دي مع بعض كويس قوي قوي، وباخدها كده لفه في الكبه علشان ايه البرغل يختفي ما يبانش في الكفته، وتبقى كلها ايه قطعيه واحده وناعمه زي ما انت شايفه كده قدامك. بسيبها بقى في التلاجة نص ساعة أو أحطها في الفريزر ربع ساعة قبل ما أبدأ أصبعها عشان تتماسك معايا. الكفتة طالعة ناعمة خالص، والبرغل مش باين فيها، وطعمه ما بيبانش خالص في الكفتة. ابدا بقى ان انا اصبعها على اسياخ، اللي هي الخشب بتاعت الشيش طاووق، او على اسياخ حديد زي ما انت عايزه. بتبقى الكفته متماسكه معاكي وما بتقعش من على الاسياخ. خلصي بقى الكمية بتاعتك، تقدري تعملي نص الكمية وتشيلي النص التاني في الفريزر تستخدميه وقت ما انت عايزة. الكفتة رهيبة جدا جدا وريحتها تحفة، ويعني ألذ كفتة هتعمليها. خلصي بقى الكمية كده اهوت. اهم حاجه بس ممكن تبقي تخلي ايدك تبقى فيها مسحه من الزيت كده خفيفه، علشان الكفته ما تلزقش في ايديكي، وتحاولي كده تساويها، ويبقى صوابع الكفته بسوا واحد زي ما انت شايفه. اخلص بقى الكميه بتاعتي كلها، وهبدا ان انا اسويها في الفرن على الرف اللي تحت لحد ايه لما تاخد لون، واولع عليها الشوايه تاخد لون من فوق ومن تحت. الكميه دي كلها طلعت من نص كيلو، مطلعه حوالي 26 صابع كفته. الكفته متماسكه جدا وجميله وطريه من جوه، وزي ما انتم شايفين لونها من بره. تقدري تحطي فيها بقى قطعه من الفحم بيديها ريحه حلوه، او تاكليها زي ما هي كده، كليها مع مكرونه او عيش وجنبها سلطه وطحينه. الف هنا وشفا على قلبكم. كل الكميه دي طلعت من نص كيلو كفته، رهيبة رهيبة، موفرة جدا، اقتصادية، مناسبة لوصفات آخر الشهر، مناسبة لللانش بوكس. ما ننساش الاشتراك واللايك في القناة ونفعل الجرس، وألف هنا وشوف على قلبكم.